لكن تتصور خالق العدل وهو الله عز وجل إذا مرت به دمعة يتيم منكسر ذهب أبوه هدرا، أو دمعة أرملة ضحت برجل بيتها، أو دمعة مغصوب أخذ حقه، تتصور أن الله عز وجل يعرض عن هؤلاء وهو رب الرحمة؟ حاشا لله، حاشا لله. هو إله العدل، والعدل لا ينشد إلا عنده. إنك لا تجد العادل إلا عند العدل، وهم لا يظلمون، لأن الظلم أمر عظيم. الظلم الله عز وجل يضع للظالمين نهايات مفجعة، يحط له نهاية بالدنيا ويحط له نهاية بالآخرة. بالدنيا لا بد من عقابه، لا بد، بس نمط العقاب هو وحده يعرفه، بيش يعاقبه ما ندري. وبالآخرة الله عز وجل يولي الظالمين نار، كما تعبر عن الآية: أحاط بهم سرادقها. كأن القرآن يريد يقول لنا إذا كان بالدنيا أكو عندكم اختلال بالمقاييس، أن المجرم يمكن يفلت، وأن اللي يعمل الصلاح يمكن أن يحرم، يعني المستحق يمكن أن يحرم والمجرم يمكن أن يفلت. إذا هذا في مقاييسكم الدنيوية موجودة، في مقاييس الله غير موجودة. إذا مجرم هنا يهدوه لأن عندهم مصلحة عنده، نعم، هناك ماكو مجرم يهدوه أبدا، نبه لي. وإلا لولا ذلك الله وكيلك كان تمزقت النفوس. لولا هذا، لولا شعور الإنسان بأن هناك عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، لتمزقت نفوس الناس. وإلا الدنيا ما تزال غابة، تعيش المصالح أبدا، تعيش المصالح. تلقى ظفر ومخلب وناب مملوء دم مملوء جرائم، ويمكن يفلت من العقاب لأنه اقتضت مصلحة إبقائه. وبالعكس هناك لا، إذا حشروا بين يدي جبار، بين يدي الله عز وجل، كل نفس تأخذ حقها، توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.